المتهم الخامس هو الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي. هذا المتهم أولا من هو؟ الصادق المهدي ولد في 25 من شهر ديسمبر، ويقول الذين يكتبون له أنه ولد متزامنا مع ميلاد المسيح لحكمة يعلمها الله. هكذا قالوا. أنا أقرأ الكلام بالنص. هذا كتابه جدلية الأصل والعصر. يقول: جاء مولده الميمون في 25 من شهر ديسمبر متزامنا مع ميلاد السيد المسيح لحكمة يعلمها الخالق. هذا الأمر الأول. في سنة 36 و900 وألف، سنة 1936 تخرج في جامعة إكسفورد في كلية الاقتصاد والسياسة والفلسفة عام 57، وهو في 21 من عمره. جاء وتعين موظفا في وزارة الاقتصاد سنة 58، ثم ترك بعد ذلك بعد حكم عبود الوظيفة، وجاء حاكما للسودان سنة 66، وكان في 30 من عمره. يفاخرون بذلك لأنه فعلا اتولد 36. سنة 66 هو رئيس وزراء. أطيح به في العهد المايوي سنة 69، وبعدها بقي معارضا وتمت المصالحة وعاد، ثم انتخب رئيسا للوزراء للمرة الثانية سنة 86، وأطيح به سنة 89 إلى يومنا هذا. هذه نبذة تاريخية مختصرة عن الصادق المهدي. الصادق المهدي أريد أن أصنفه. صنفته ضمن المدرسة العقلية العصرانية أو المدرسة التجديدية، غير أني أقول هو يتناول القضايا بهدوء بعكس صهره. نسيب ذاك، خليه ذاك عنده جرأة شديدة، يعني هم نفس الموضوع، لكن الرجل ده مؤدب. الصادق المهدي مؤدب، بيقول حاجاته بالراحة بالراحة. ذاك بشاكس وبشلت ويفلت كويس، لكن الاثنين واحد، بس الفرق بيناتهم التي سوف أتناولها بالتفصيل. سميتها الأفكار والقضايا التفصيلية. 1 قضية الدولة والحكم. 2 الحدود والعقوبات. 3 قضية الزكاة. 4 قضية الربا. 5 المواريث. 6 قضية المرأة. 7 قضية الفن. طيب، قضية الحكم. يقول الصادق المهدي، شوفوا الكلام ده في الحكم 37، قال الدولة، شوف فهموا للدولة الإسلامية، هي سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وشعب وأرض. بهذا الفهم لا توجد دولة إسلامية ملزمة للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. يعني معنى كلامه ده ما قامت المسلمين دولة ولا في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة، لأنه قال في الصدر الأول تولى النبي والخلفاء أمر المسلمين بطرق مختلفة ومارسوا صلاحيات مختلفة وحكموا شعوبا مختلفة وبقاعا مختلفة. عشان كده قال ده ما ممكن يسمى دولة إسلامية. قال يا اخوان انتوا كان ده فاهمينه ولا ما فاهمينه؟ السؤال، الرسول لم حكم الشعوب دي بيشنو؟ بالإسلام. الخلفاء اللي حكموا بقاع، الخلفاء الراشدون الذين حكموا بقاعا مختلفة وشعوبا مختلفة، بأي شيء حكموها كون الشعوب مختلفة لا يجعل هنالك دولة. أمريكا الشعوب الآن متفقة، زنوج من أصول إفريقية وهنود، أو أمريكان من أصول
هندية وأمريكان من أصول أوروبية. طيب ويحكمون بقانون موحد. كلام غريب جدا. طيب مع أنه قال، شوف كلامه، قال الدولة سلطة وشعب وأرض. طيب إذا اجتمع أناس في أرض وشعب وحكوا وجاءوا بحاكم منهم ليحكم بالإسلام، ألا تسمى هذه دولة إسلامية؟ كلام غريب جدا، كلام في غاية الغرابة. طيب شوف الكلام لسه صفحة 44 قال كلام خطير جدا. قال ما في دولة إسلامية. عارف ليه؟ قال نظام الفي ما أفاء الله على رسوله، مما أفاء الله على رسوله. طيب قال نظام الفي والغنائم يقوم على افتراض الحرب حالة مستمرة، واليوم عبر المواثيق الدولية ومنظمة الأمم المتحدة الافتراض أن يكون السلام حالة دائمة. قال الدولة ما حيكون عندها موارد. ليه؟ لأنه مواردها من الغنائم. حتى قال المواثيق الدولية قال ما في حرب. أول حاجة هذا الكلام منقوط شرعا وواقعا. واقعا في حروب ولا ما في؟ في حروب. كيف تقول لي ما في حروب؟ شرعا الدجال سينزل وحيحصل شنو؟ قتال لمن؟ قتال لمن؟ للدجال. قتال للدجال. وستخرج الأرض خيراتها في زمن عيسى عليه السلام، حتى أن قحف الرمان يستظل به الفئام من الناس. الناس تأخذوا الرمان الوحدة دي قشرته ناس كتار يقعدوا في ظلها. رأيك شنو؟ والبقرة تكفي قبيلة. رأيك شنو؟ كلام غريب جدا. فقال السلم صار حالة دائمة. طيب قمت رديت عليه بشنو؟ قلت له المواثيق الدولية الموجودة غير معتبرة، لأنها مواثيق الغرض منها منع المسلمين من الجهاد وإذلالهم والسماح للكفار بالسيطرة عليهم. صح؟ ثانيا الكفار أنفسهم يعدون لحرب كبرى مع المسلمين كما جاء في كتابات الكفار. قلت له يمكن مراجعة كتابات درسي هالسل دي مرة كتبت اسمها النبوة والسياسة، جابت إنه جميع القادة الغربيين يؤمنون بمسيح سيأتي ودجال سيخرج وسيقود قتالا عظيما في سهل في فلسطين يسمى هرمجدون. وكذلك أوترال لوبيتر ولاري جونز الأمريكي وهول ليدنس اللي كتب كتاب نهاية الكرة الأرضية العظيمة، وكذلك واحد كتب درامة نهاية الزمان، يقرون بأنه حتكون في حرب كبرى وحرب عالمية عظمى. يجي هو يقول ما في حرب حتقوم.